إسلام وافهم من يسعى للمجد تعلم صناع المجد العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه هي الليلة 13 من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447. في هذه الحلقة سنتناول مقاصد سورة آل عمران بعد أن استمتعنا لأكثر من 12 يوما أو 11 يوما في مقاصد سورة البقرة، وما شبعنا منها، ولولا ضيق الوقت لاستمر بنا شهرا كاملا ونحن نتحدث عن سورة البقرة. فنحن اليوم ندخل في سورة آل عمران التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة أنها تأتي يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. سورة آل عمران 200 آية، وسورة آل عمران تتحدث عن أمور عظيمة. في بادئ ذي بدء تفتتح بكلمة التوحيد، وتتكرر هذه الكلمة عن هذه السورة، وإن كنت قد تحدثت، لكن للإجابة على الأسئلة العامة، ثم بعد ذلك ندخل في التفصيل إن شاء الله. الميكروفون بين يديكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وتستهدف بشكل مباشر أهل الكتاب الشق الثاني فيهم اللي هو أتباع عيسى عليه السلام، الذين ذهبوا إلى قضية التثليث. وكانت المشكلة الكبرى عندهم ليس مشكلة بني إسرائيل في الالتفاف على المعاني والتلبيس فيها، ولكنه مشكلة رئيسية حول قضية التصور حول الذات الإلهية والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. يعني هذا يمكن أكبر من قضية الإشراك بالله. يعني بني إسرائيل وقعوا في إشكال، والنصارى وقعوا في إشكال آخر، وهو القول على الله سبحانه، أي تحدثوا عن الذات الإلهية ضمن منطق تركيبي وليس ضمن منطق توحيدي. جميل. هذه كانت الإشكالية الكبرى فإذا جئنا إلى المقصد الأسمى في هذه السورة، ابتداء تحاول أن تركز على التوحيد، وكما تفضلت افتتاحيتها هكذا. نعم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونفس الحي القيوم التي وردت في أواخر سورة البقرة. صحيح. اللي هي آية الكرسي. ثم دخلت بعد ذلك في الحديث عن الرسل والرسالات أو النبوات عموما، قضية الحديث عن التوراة والحديث عن الإنجيل، ولأول مرة الكتابين يردا باسميهما في القرآن. يعني كانت سورة البقرة كلها حديث عن الكتاب، عن فرقان، عن كذا، لكن التوراة والإنجيل لأول مرة ترد في هذه السورة. ثم سبحان الله دخلت معنا في قضية مهمة جدا قبل الحديث عن عيسى، الحديث عن أن الله يصور ما يشاء في الأرحام. أحسنت. هذه سبحان الله من البداية يجب أن والله المدخل إليها يكون مدخل قبل الحديث عن جدل عيسى وكيف ولد عيسى عليه السلام. ابتداء يجب أن يكون التصور صحيح عن الذات الإلهية، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. نعم. يخلق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا لا في يخفى عليه السماء. شيء، أي هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو. أيضا تبقى لا إله إلا هو، تكررت هنا أيضا للمرة الثانية. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم دخلت بعد ذلك الآيات أول خلينا المقاصد دون أن أدخل في الآيات. إذن تكلمت عن التوحيد، تكلمت عن الرسالات، تكلمت عن فكرة مهمة جدا وهي خلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء، لتجيب بعد ذلك عن قضية عيسى عليه السلام. ثم من مقاصد السورة، مقاصد هذه السورة أيضا قضية رد الشبهات المتعلقة بالنصارى على وجه التحديد. نعم. الشبهات المتعلقة بخلق عيسى، الشبهات المتعلقة به ما يقولونه عن الكتاب، ثم شبهات نصارى نجران. أجابت هذه السورة عن الشبهات المتعلقة بأهل الكتاب. ثم دخلت بعد ذلك في ما يتعلق بالفتن عموما داخل الصف الإسلامي، سواء كان المنافقين وما يقولونه وإشكالات النفاق. فتحدثت أيضا عن الفتن، وتحدث عن الفتن الخارجية ليست الفتن الداخلية فقط.
ثم دخلت بعد ذلك حول ما يمكن أن نسميه بالصفات المتعلقة بأهل الإيمان ليحققوا مركزية الربانية. هذه السورة تحديدا من أهدافها، يعني بعضهم أراد أن يقول المقصد الأسمى فيها تحقيق الربانية. الله أكبر. كونوا ربانيين يا بني إسرائيل، صحيح. نحن وأنتم جميعا، أنتم أخرجوا من دائرة ألوهية عيسى، ونحن نرتقي معكم في سمعنا وأطعنا لنخرج من منطق الإسلام إلى منطق الإحسان. فالربانية فوق التسليم العادي. ففي سورة البقرة كأنما مهد الناس إلى التسليم عموما الذي يحقق الإسلام والإيمان. جميل. لكن في سورة آل عمران أرادت أن ترتقي بهم إلى منطق آخر، وهو منطق التضحية في سبيل الله والمجاهدة والجهاد والتضحية. فتدخل أنت في ساحة أخرى يتطلب فيها ثباتا ويتطلب فيها إخلاصا ويتطلب فيها ربانية. والربانية باختصار شديد جدا هي كمال العلم مع كمال العمل. يعني كيف تستطيع أن توفق سلامة التصورات في قمتها بناء على مركزية الوحي، وسلامة العمل أيضا في قمتها، فتخرج من دائرة المغضوب عليهم الذين علموا دون عمل، وتخرج من دائرة الثانية اللي هي جهلوا وأرادوا أن يعملوا بجهلهم. تقريبا هذه ختمت بعد ذلك السورة بقضية الثبات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه تقريبا الخلاصة اللي ممكن نحن نستفيدها إن شاء الله من المقاصد الكبرى في هذه السورة. كلام جميل جدا جدا. دكتور حياة الله عتيد، بما أنك مدرب محترف، هذه الصورة كما سمعتم من الشيخ حسن سلمان وهو يلخص عن ما وردت فيه وما هدفت إليه، برأيك ما الدروس والعبر التي ممكن نحن نستلمها من هذه الصورة في الجانب الإداري والعملي لهذه الأمة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لكم هذه ثقة المباركة حقيقة، وهذه دعوة الكريمة التي لست أهلا لها حقيقة. أنا تويل بعلم صغير في مدرستكم الرائدة، وخاصة شيخنا العزيز وتفضل به. سبحان الله، عندما ننظر إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس كتاب للتعبد فقط حقيقة، هو كتاب معاصر. وكأن سورة آل عمران نزلت اليوم. عندما ننظر نحن إلى واقعنا المعاصر، كأن هذه الآيات تنزل علينا الآن. سبحان الله. اسمحوا لي 10 نقاط من عبر والدروس أشير لها باختصار شديد. جميل. أولا، سورة آل عمران كما تفضلتم هي لها 200 آية، وكما تفضل شيخنا العزيز وكأنها هي تسلسل لسورة الفاتحة ثم سورة البقرة، كأنها جزء حقيقة يعني تابع لسورة البقرة. كل هذه الأمور المتابعة أو التتابع القرآني أو تسلسل الرائع. فالدرس الأول الذي حقيقة نأخذه معرفة حقيقة بأن معركة القلوب قبل السيوف. يعني في هذه السورة خلاصة التوحيد، آية رقم 2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نفس الآية سبحان الله تتكرر معنا أو كررت معنا في آية الكرسي في البقرة، والآن في آل عمران رقم 2. بمعنى ذلك أن اليوم خاصة في أيامنا الناس تشعر حقيقة بالتشاؤم عجيب وغريب، نظرا لما ننظر نحن إلى الأحداث بأن أعداؤنا يعني قوية جدا ونحن ضعفاء ونحن لا نستطيع. الأمة اليوم بحاجة حقيقة إلى اليقين. اليوم أمة بحاجة إلى أن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هذا هو أصل التوحيد، وهذه هي أصل العقيدة. جميل. وآل عمران نتعلم منها حقيقة بأن يجب أن نحن ننتبه إلى شيطان وإلى النفس. فهذه معركة السيوف والأسلحة الموجودة، لكن قبلها شيطان يلعب بقلوبنا. وأنتم لا يخفى عليكم بأن القرآن الكريم عندما يشير لهم قلوب لا يفقهون بها في سورة الأعراف، حقيقة أوقفتني هذه الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها.
العقل المنطقي يقول المفروض القرآن الكريم يقول لهم عقول لا يفقهون بها. صحيح. ما دخل القلب بالعقل؟ نعم. نحن في تخصصنا هناك دراسة حديثة معاصرة تقول أن القلب يوجد بها 40,000 خلية عقلية وعصبية. الله أكبر. أثبتوها حديثا. 40,000 خلية عقلية مركز القلب. وعصبية. نعم. إذن لهم قلوب لا يفقهون بها، تحتها خطوط. أحيانا نجد نحن بعض البشر يدخل القلب مباشرة بدون إذن، مع الملابس يدخلون سبحان الله. وبعض الناس سبحان الله عندما أنت ترى كذا ما يدخلون، سبحان الله. فهذه سبحان الله من عند رب العالمين. إذن القلوب اليوم حقيقة بحاجة إلى مراجعة، وقبل أن نحن ينشغل عقولنا بالأسلحة والمعدات وهذه الأمور. الدرس رقم ثاني، القرآن الكريم يضع حقيقة ميزان الحقيقة. يعني نحن لو ننظر مثلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، آية رقم 59. هنا تصحيح المفاهيم حول الأنبياء وخاصة عيسى بن مريم. القانون البشري لا يقبل أن الابن يولد بدون الأب، لكن القرآن أثبت لهم هذه هي الحقيقة. وكثير في قصص الأنبياء، لا أريد أن أخذ وقت المستمعين هنا، أنا عندي سلسلة رمضانية أتحدث عن كل نبي ثم أسقط في خلال دقيقة واحدة من خلال تخصصنا في تطوير الذات دروس وعبر. حقيقة نحن نستغرب استغراب كثير جدا كيف الله سبحانه وتعالى أرسل لنا هؤلاء الأنبياء منا كبشر، وبعد ذلك عندهم معجزات. سيدنا زكريا عندما رأى في المحراب مريم رضي الله عنها يأتي لها فواكه الصيف في الشتاء، فكان في قلبه أمنية قديمة، أريد ابن لكن أنا شيب وزوجتي عقور، فبشر من السماء يحيى قادم. قال أنى يكون لي ولد؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا هين علي. فلذلك سبحان الله حقيقة نحن لو ننظر إلى سورة آل عمران بمجهر إيماني حقيقة من القلب فنصل إلى أن هذه نقطة، أن القرآن يضع ميزان الحقيقة، وأحيانا هناك أمور خارج عن القانون. رقم 3، وحدة الأمة شيخنا. سورة آل عمران تحدثنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمة اليوم ممزقة، تمزيق. ربنا واحد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحد، قبلتنا واحدة، لغتنا اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. كل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون باللغة العربية. نحن صلينا قبل قليل صلاة العشاء والتراويح، هناك إخوة لنا يصلون الفجر بعد قليل يتحدثون باللغة العربية ولو بشيء نسبي. إذا اللغة العربية يعني تجمعنا. فتح الله عليك. سورة آل عمران حقيقة تعلمنا أن نترك هذه الأمور إلى الجنب. نعم نختلف هنا، كلنا نختلف، أنا وأنت يا شيخ أبو عبد الرحمن عندنا اختلاف هنا، أنا وشيخنا عزيز لن اختلاف هنا، اختلاف مطلوب يجب أن نختلف، لكن اختلاف هنا مرفوض. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. مشكلة الأمة اليوم نقلوا الاختلاف من الرأس إلى الصدر. نعوذ بالله. هذه هي مصيبة كبيرة، وهنا حقيقة شياطين الإنس والجن يشتغلون علينا. لذلك نحن لو ننظر إلى سورة الناس، الله سبحانه وتعالى بثلاثة تعبير جميلة يتعوذ. قل أعوذ برب الناس، رب، ملك الناس، ملك، إله الناس، إله، من إيش؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من هؤلاء؟ من الجنة والناس. بجانب هذه سورة قصيرة، سورة الفلق، ربنا بتعبير قرآني واحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق تحتها خطوط بما فيها العين والحسد وكورونا والحوادث وكل هذه المصائب. لماذا؟ لأن أضرار هذه خفيفة وقليلة، فيجب وجوبا نحن عند الاختلاف نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 4، الطاعة تصنع النصر. وأحد
حقيقة يعلمنا الكثير في هذا. يعني لو يفتح باب الشيطان، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 50 سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدث، لتغيرت موازين المعركة. فتح الله عليك. جميل. فهذا أيضا حقيقة درس نحن في جميع الصفوف وفي جميع الإدارات. طاعة ولي الأمر يجب، ما دام هذا ولي الأمر هو يطيع الله ورسوله، يجب علينا أن نطيعه. نعم. وحتى في المنازل، في البيوت، يجب على الصغار أن يطيع الوالد. نعم. في الشركة، في المؤسسة فوضى كبيرة جدا. صحيح. الدرس الذي بعده. طيب، هذه 4 دروس. نعم. سنتوقف هنا ونعود إليك إن شاء الله. والآن ننتقل لشيخنا الشيخ حسن. شيخنا الشيخ حسن، تفضل الشيخ ب4 فوائد حقيقة رائعة جدا، وسوف نستفيد منه فيما بقي. لكن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أهمية التوحيد وافتتح السورة بها، وذكر التوراة والإنجيل كما تفضلتم، ثم ذكر سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمصير الكافرين، هنا ذكر آية في وسط التوحيد وفي وسط التذكير بالله عز وجل. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كيف نربط هذه الآية التي ذكرت فيما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بشهواتها وما يتعلق في ظل الحديث عن ما يتعلق بالتوحيد والتحذير مما قاله أهل الكتاب؟ أحسنت. هي طبعا السورة ذكرنا بأنها تنتقل بالإنسان من دائرة التنظير والتصورات في سورة البقرة إلى دوائر الدخول في ميادين العمل. جميل. والثبات عليها والانتقال إلى مواجهة مباشرة ومجاهدة مباشرة على الأرض. لذلك فيها المعارك وفيها أحد، فيها نماذج على كل عملية. أكثر ما يهدد أهل التدين في هذا الاتجاه ما هو؟ هي المغريات وهي العلائق. علائق هذه الدنيا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى آخر 8 قضايا التي سماها ابن القيم العلائق، تحرر من العلائق. فلا تستطيع يا عبد الله أن تصل إلى مستوى الرباني الذي ننشده، الذي يجعلك في مباشرة مع الباطل، في مباشرة مع أهل الباطل، في مباشرة مع الذات قبل الآخر كما تفضل الشيخ. يعني أنت محتاج إلى أن تنتصر على الذات قبل أن تنتصر على الآخر. أكثر ما يقعد الناس هو زين للناس حب الشهوات. فما لم تنتقل من حب الشهوات إلى الزهد، وإلى أن تجعل الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، وإلى أن تجعل الثبات على دين الله يقتضي التحلل من كل هذه العلائق، فلا تستطيع. وبالتالي قل أنبئكم، كأنما يقول لك والله انتقل من دائرة التزيين في الشهوات التي تقعد الإنسان إلى أن تجعل الله، وإلى أن تجعل رضوان الله، وإلى أن تجعل جنة الله سبحانه وتعالى هي المبتغى، فتجعلها، فهذه تصل بك إلى الربانية. جميل. ولكن لتصل إلى هذه الربانية متطلب الذكر، الصابرين والصادقين والقانتين، ليست مسألة عادية. نعم. يعني أنت تصل إلى هذا، لا. طيب، وكمال ذلك العلم والشهادة. لاحظ الشهادة. نعم. كنت أعجب سبحان الله ابن القيم كيف ختم كتابه مدارج السالكين بمنزلة أو مقام الشهادة. أعلى مقام هو مقام الشهود، لأنك عندما تكون رباني تكون شاهد على الخلق، والأمة تكون شاهدة بعلمائها وشاهدة بعامليها في كافة الميادين. جميل. اليوم الأمة للأسف الشديد غابت عن ما يسميه البعض الشهود الحضاري. أن الأمة سحبت من الساحات التي ينبغي أن تكون فيها مؤثرة، وينبغي أن تكون فيها الرائدة، وينبغي أن تكون ناطقة بالحق بناء على أنها تمتلك كتاب. يعني هي آتاها الله سبحانه وتعالى كتابا، فالله سبحانه أتى بهذه الآية وهنا تتكرر معنا. يعني كل مرة التذكير بالتوحيد، تذكير بالجنة، تذكير بالتحديات التي تعوق على السائرين إلى الله، ما الذي يعيقهم، وهكذا. ثم قبلها لو تلاحظ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم
إن الذين كفروا أيوه من الله شيء وأولئك هم وقود النار. نعم. فكأنما أنتم ستواجهون مغرورة بمالها ومغرورة بقوتها ومغرورة بعتادها، فإذا استويتم وهذا أنتم هو الابتلاء الأعظم، أن الناس ترى الكافرين قد أنعم الله عليهم من الأموال أيوة وأنعم عليهم من القوة، نعم. فالناس تظن أنهم على حق. ولذلك جاءت نهاية الآية: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أحسنت، هذا الربط سبحان الله. ولذلك خطورة هذه المنظومة لما قال أحد الأنبياء ربنا قد آتيت موسى عليه السلام، نعم، آتيت فرعون زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن هي سبيلك، إشكالية ربنا اطمس على أموالهم واسجد على أيوة. قلوبهم. هنا اللام يبدو للعاقبة، إن هذه الحالة عاقبتها تكون فتنة للناس. نعم. هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. طبعا أيضا وردت كذلك في وسط هذه الآيات العظيمة فيما يتعلق في تقرير الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، إلى أن قال: قل اللهم مالك الملك، نعم. تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإن مررنا على الآيات فلا أرغب حقيقة أن أمر على هذه الآية دون التعليق عليها شيخ حسن. أحسنت. هو سبحان الله في النهاية سيمهد هذه كلها ممهدات لطبيعة الصراع بين الحق والباطل وانتهاء الأمر إلى ولاية المؤمنين، ولكن في الوقت الذي يؤكد مفهوم عقائدي، وهو أن السلطة بيد الله والمال بيد الله والملك بيد الله، هذا كله يعني لمن تشاء. لكن في قضية ستبدو لنا مع السورة مهمة جدا، وهي ارتباط هذه المشيئة الإلهية بسننه في النصر والهزيمة. يجب أن تدركوا بأن والله الملك ملكي والأمر أمري، وفي النهاية لن يكون إلا ما أريد ولن يكون إلا ما أشاء، ولكن لتصلوا إلى ما أريد فهنالك طريق يؤدي بكم إلى التمكين والنصر وهو الطاعة، وهنالك طريق يؤدي بكم إلى الانحدار وإلى الهزيمة وهو طريق المعاصي. فكأنما الله عز وجل يقرر حقائق تصورية ليبني عليها بعد ذلك حقائق سلوكية، ولكنها مرتبطة بمنظومة السنن وليست مشيئة عبثية كما يتصورها البعض، هي مشيئة إلهية مرتبطة بسننه جل جلاله. أحسن الله إليكم. نعود إليكم دكتور حياة الله عتيد مع افتتاح بقوله تعالى: ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. هات الفائدة الخامسة. الله أكبر. قلنا رقم 4: الطاعة هي سبب النصر. نعم. إطلاقا، وفي نماذج كثيرة. والهزيمة سببها فتح الله عليه. إذن رقم 5 كما تفضلتم. نعم. لا نقول عن أحد هزيمة، ولكن لأجل دروس وعبر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يركزوا على موضوع الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. فالهزيمة ليست نهاية الطريق. رقم 5: الهزيمة ليست نهاية الطريق. والدليل على هذا ربنا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أي المؤمنون أنتم الأعلون، بس بشرط، إن شرطية، كنتم مؤمنين. جميل. سؤال يطرح نفسه: هل نحن مؤمنون؟ كل مشاهد كريم يفكر مع نفسه. صحيح. حقيقة هل فعلا نحن الآن نطلب النصر وندعو بالنصر والأمة ممزقة، كل أخ وكل أخت فاضلة يفكر وتفكر الأخت مع نفسها: هل نحن فينا حقيقة مقومات النصر أم لا؟ ربنا هو أخبرنا أن الهزيمة ليست هي نهاية النصر، اجتهدوا واعملوا. فهذه حقيقة آل عمران تعلمنا كدرس رقم 5 أن نحن لا نستسلم، علينا بالعمل، ولا يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. علينا أن نجد حقيقة مقومات النصر في أنفسنا. رقم 6 السادسة: الدنيا اختبار وليست غاية. وآية الكريمة كما تفضلتم قرأتم على شيخنا العزيز: زين للناس حب الشهوات كم من البشر اليوم مشغولون. بالنسبة لموضوع النساء، الملتزم
يفكر في تعدد، غير ملتزم، الله يعينه. حقيقة أقول بصراحة، اليوم يعني حب الشهوات من النساء والبنين والمفاخرة والذهب والدنيا حقيقة أشغلتنا اليوم. نحن لو ننظر إلى وسهولة ويسر الوصول. يسر الوصول، سهولة ويسر الوصول يعني. والحرام أصبح للأسف الشديد أسهل. نعم. حقيقة فتن عظيمة ما ظهر منها وما بطن. نعم. فلذلك المؤمن حقيقة اليوم في ابتلاء كبير جدا. كيف يستطيع أن يتعامل مع هذه الفتن؟ كيف يتغلب على هذه النفس التي هي أمارة بالسوء؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. فهذه حقيقة نقطة كبيرة مهمة جدا، بأن كثير من الناس في الدنيا كأنهم يعيشون إلى الأبد. أنا دائما وأبدا أقول يا ناس، بعد 100 سنة لن نكون موجودون في هذه الدنيا. أموالنا تكون مع الغير، عقاراتنا ستكون مع الغير، بيوتنا ستكون مع الغير، نحن كلنا نكون تحت تراب، لا ينفعنا إلا عمل صالح. جميل. السابعة الدعاء سلاح المؤمن. يا سلام. نعم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة تحتها خطوط. صحيح. الرحمة كما تعلمون 99 مع رب العالمين، واحدة مقسمة فيما بيننا فيما بين البشر. وبسم الله الرحمن الرحيم، وسورة الفاتحة أيضا عندما ربنا بدأ بعد الحمد بذاته بالرحمن الرحيم. الرحمن كما تعلمون بصيغة فعلان، أنه رحمن هذا شيء تستخدم في اللغة العربية لصيغ مؤقتة، جوعان، عطشان، فترة مؤقتة ينتهي. إذن هذه رحمة لرب العالمين في الدنيا، هي لكل البشر، الكفار قبل المسلمين. كثير من الكفار حياتهم يعيشون في بحبوحة من العيش، أفضل يعيشون من المؤمنين. المؤمنون يعانون من الفقر، يعانون من كثير، ولكن الحين على وزن فعيل. الرحمة هذه تخص بك أيها المؤمن، الجنة تنتظرك. إذا الدنيا هذا انساها، يجب أن يكون بوصلة هي الله سبحانه وتعالى. يجب أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تدعو بإلحاح ربك. جميل. سنعود إليك حياة الله عتيد، ابقى معنا. الله. شيخ حسن، رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة آل عمران التي سماها آل عمران زكى عائلة آل عمران تزكية عظيمة، إذ ذكرهم في وسط أولي العزم من الرسل، فقال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم ذكر قصة آل عمران وعبادتها وكذا، وأنها نذرت يعني حملها لله عز وجل، ثم أنجبت يعني أنثى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ثم بعد ذلك يعني الملائكة تنادي مريم فتقول: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين. تفصيل دقيق في مريم عليها السلام وفي نبي الله عيسى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، إلى أن قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا الكلام الذي هو يتحدث عن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى أن وصل رب العالمين سبحانه وتعالى توجيها لنبينا الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إلى هذا الحد وصل التفصيل والعرض في إثبات الألوهية لله ونفي الشرك ونفي الولادة ونفي التعدد عنه سبحانه وتعالى. تعليقكم حول هذا
الأمر في قضية إقناع والحوار الجميل مع النصارى المنتهي بآية المباهلة، ماذا تقول؟ طبعا هذا المحور في آل عمران أبدأ من الآية 1 إلى الآية 63 كلها تقريبا حول المحور العقدي. نعم. الذي له علاقة بالنصارى على وجه التحديد. الذين هم ولا الضالين. ولا الضالين. لاحظ في البداية الحديث كله عن لا إله إلا الله والمخاطر التي تتعلق بالتدين وكذا، وتأكيد على ألوهية الله وكذا. لكن من أين بدأت قصة آل الكتاب اللي هم النصارى؟ أي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت. وهكذا. لاحظ طبعا في لفتة مهمة جدا يمكن أنا حاولت أذكرها أكثر من مرة في سورة البقرة. كان التركيز على بني إسرائيل في المحور الاستخلاف الفاشل، الاستخلاف المنحرف. هنا هو نهايات الاستخلاف بالنسبة لبني إسرائيل، لأنه من هذه السلالة من آل عمران سيخرج لنا من؟ عيسى عليه السلام. عيسى ستنتهي معه مسألة ولاية بني إسرائيل وتنتقل إلى نعم. القسم الثاني اللي هو سيأتينا، الذين هم النصارى، أي اللي هو سينتقل بعد كده إلينا، سينتقل ولاية صحيح. لكن مرورا بعيسى عليه السلام. هنا ركز سبحان الله عن وده سبحان الله من عدالة القرآن. لاحظ القرآن الكريم ما عنده مشكلة شخصية أو مشكلة قومية أو مشكلة إثنية أو مشكلة هوياتية مع أي من البشر. نعم. كلهم تجد هذا الكتاب كلهم عباد لله. عباد لله. فتجد في الوقت الذي يهاجم النصارى المنحرفين يبرز النموذج للنصارى الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. ليسوا سواء من أهل الكتاب. في الوقت الذي يهاجم بني إسرائيل يظهر أيضا هنالك مجموعة آل عمران وهي من الذين اصطفاهم الله سبحانه. وعمران يبدو والله أعلم نبي باعتبار هذا الاصطفاء، أميل إلى ذلك. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. خلينا نمشي في هذا الاتجاه. هو وزكريا متعاصران. جميل. وعدلة زي ما قلنا نحن. جميل. لاحظت؟ عدلة. طيب كما ذكر الشيخ ما كان له ابن ذرية. صحيح. لكن من أين سبحان الله سيستلهم فكرة إنه والله يا أخي اليأس لا مكان له، وإن يمكن أن الله سبحانه وتعالى، مع أنه سبحان الله هو في سورة زكريا ما طلب الابن، هو طلب مولى، يعني مولى يقوم بالرسالة، ساعده في الرسالة، مش كده؟ نعم. مولى يقوم بالرسالة. لا، الله قال بنديك ولد. وين المشكلة؟ المشكلة إذا أنت شايف والله تجاوزت في السن أو زوجتك طيرسة أو عاقرة وكذا، موضوع سهل. أنا هو علي هين. هو علي هين. شوف لفظ الآية. نعم. هو علي هين. فلقى كلما دخل زكريا طبعا هنا قبل أن أتجاوز إلى بالنسبة لأم عيسى عليه السلام، أم مريم عليه السلام، باعتبار أن الأسرة كلها أسرة تخدم بيت المقدس، ولكن كانت هذه الخدمة في لحظة الولاية السياسية ليست تحت أهل الخير. يعني بني إسرائيل كان لهم ملك ظالم في هذه الفترة، وكانوا تحت سلطان الرومان، يعني هذا الملك نفسه تابع لجهة إيه؟ جهة أخرى. لكن هم تفرقوا لموضوع بيت المقدس وظلوا يخدمونه ويرون أن الخدمة في هذا البيت بالنسبة لهم هي عبادة عظيمة تقرب إلى الله. نعم. فنزلت بأنه إذا امرأة عمران. نعم. فرزقها الله سبحانه وتعالى مريم. طيب كانت تتوقع ولد، لكن لله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، مش كده؟ يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ما جاء هذه مقدمة لهذا الموضوع. أيوة. يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أيوة. هنا كيف يشاء. وبعد ذاك كلما دخل هنا طبعا هذه الفتاة التي ظهرت في بيت النبوة اللي هو زكريا وآل عمران، يعني تميزت بشيء غريب جدا في الحضارة الرومانية في ذلك الوقت، وهو العفة في ظل التحلل الجنسي. يعني أنت لما امرأة تمدح في مجتمع إباحي، يعني لما نقول والله في امرأة عفيفة، في امرأة كذا، معنى ذلك هنالك مشكلة كبيرة في المجتمع. التحلل الكبير جدا.
فهي امرأة متعبدة متنسكة، ما عندها علاقة مع أي، لم يمسها أحد، لم تتزوج، لم ترتكب حرام، معروفة بالطاعة معروف. بالاستقامة. يا أخت هارون أيوة. ما كان أبروك امرأ فكلما سوء. دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. الله. طيب زكريا نبي، من يعني هذه قضية الأنبياء سبحان الله. فاكهة الصيف نعم يجدها عندها في وقت الشتاء، نعم. وفاكهة الشتاء تجي يا سلام. هنا سبحان الله كيف أن الأنبياء يتعلمون ممن دونهم، ما عندهم إشكال. يا سلام. يعني سليمان عنده الاستعداد يأخذ المعلومة الصحيحة من الهدهد، رواية الأكابر عن الأصاغر، عن الأصاغر مباشرة. قال هنالك دعا زكريا ربه. طبعا استدل بهذا إخواننا ناس التنمية البشرية، يستدلون بهذه الآية على أن التجربة تزيد اليقين أو تعزز اليقين، وعنده يقين أن الله صحيح. يعطي، لكن في تجربة أمامه. هذه امرأة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جاءت القضية فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. جميل. هناك في المحراب وهنا في العائلة كلها عائلة محاريب، عائلة كلها طاعة، عائلة كلها طاعة، كلها استقامة، كلها ذكر. نعم. وهناك يقول لك الصابرين والقانتين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أحسنت. شوف كيف لاحظ هنا شيخ برهان مباشرة تدخل بنا الآيات إلى تأكيد مفهوم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم والربانية الحقة في هذه الأسرة المصطفى. بعدين سنأتي إليها نحن في كتابنا، كونوا ربانيين. والنقطة التي نلتقي عليها نحن وأنتم يا أهل الكتاب هي الربانية، إن والله نحن وأنتم جميعا نأتي إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله. والموضوع ليس موضوع عيسى فقط، بل حتى موضوع زكريا، موضوع زكريا الذي زوجته عاقر، نعم. لا تلد. نعم. أصلحنا له زوجة، أصلحنا له زوجة أصبحت تلد. نعم. والآن لا تستغربون من كون مريم تحمل نعم. من غير رجل. أحسنت. هنا طبعا مريم خاطبها الله تبارك وتعالى بالربانية، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إلى الحديث عن قضية عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لا بد ابتداء أن يكون هنالك تصحيح للتصورات. أخطر شيء التصور الخاطئ عن الإله، يعني أخطر من الإشراك بالله. وشوف كيف أسلوب القرآن في مخاطبتهم دون سب، لا ودون ترخيص. لأن شيخنا هو الله بس، لا إله إلا أي هو الله، ما أعظمه. يعني ليست عنده انفعالات وليست له تلك الأشياء التي تعترينا نحن. لا، حتى إذا غضب يغضب بحكمة، غضبه بحكمة ورضاه بحكمة، كل شيء ليس هناك أبدا، وكلهم خلقه، إنها خلقه ويريد هدايتهم. نعم. ولا يريد أن يعذبهم، ما يفعل الله بعذابهم. كلام كله احترام وكله نعم. تكريم نعم. لبني نعم. آدم، وكله إرادة خير لهم. ثم دخل معنا في قضية مهمة جدا، وهو الله سبحانه وتعالى يرسل رسالة للذين يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه القصص التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم من أين له؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده في تلك اللحظة الأرضية المعرفية عن كل أهل الكتاب وعما يجري في الشام وعما يجري ما كان رجل تلك ساعة صلى الله عليه وسلم كان ساعيا راعيا للأغنام. ذلك من أنباء الغيب، نوحيها إليك. أيوه. ما كنت تعلم. وهنا الآية في آل عمران ولا قومك، لا أنت ولا قومك من. أيوه. لكن هنا إيش يقول؟ ذلك من أنباء الغيب. يقول هنا إن هذا لهو القصص الحق. لا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل ما كنت معهم. نعم. من الذي يخبر هذه القصص التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح. الله عز وجل أيضا يؤكد على أن هذا الكتاب قضايا القصص من قضايا الحق في الكتاب، يعني قضايا الحق إما أن تصدق وإما أن تكذب، قضايا الأوامر والنواهي إما أن تطيع وإما أن تعصي. هنا الآن هذه قصص الحق، مش كده؟ صحيح. عشان كده ختمت بقضية إن هذه هي كلها ذلك من أنباء الغيب. نعم. ما كنت تعلم أنت ولا قومك قبل هذا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة بعد ذلك. أيوه. لكن هنا أيضا قال إن هذا لهو القصص الحق. أيوه، والقصص الحق. نعم. وما من إله إلا الله. نعم. صحيح. ثم أيضا يعني أحب أن تختم حديثك الآن فيما يتعلق
يعني بعد ما قال آية المباهلة أيوة. قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ الآن انتقل من البيان والحوار الهادي والمجادلة بالحسنى وكل ذلك إلى مستوى متقدم بعد كده. هذا المستوى اللي هو أنقلك إلى دائرة التخويف. إن والله القضية خلاص ليس بيننا إلا أن نبتهل وأن نجعل لعنة الله على الكاذبين. ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهم سبحان الله يبدو والله أعلم، الله عز وجل ذكر ذلك، يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأنه صادق. ولذلك جمع علي وجمع فاطمة وجمع أهل بيته وابتهل عليه الصلاة والسلام. لكن نصارى نجران خافوا، قالوا إننا نخاف أن لا تبقى منا نفسا واحدة فنهلك. فتراجعوا. نعم، فهذا مستوى على كل. ليت النصارى يقرؤون هذه الآيات بعناية واهتمام بالصدق حتى ينجوا أنفسهم من النار. صحيح. ليتهم يقرؤون، سواء كان نصارى بلادنا أو نصارى الحبشة أو نصارى. تكفيهم سورة آل عمران. أي نعم، آل عمران. ثم مريم دخل معهم بعد كده مباشرة إلى مفهوم طبيعة العلاقة. يعني بناء على هذا التصحيح للتصورات والانتقال من مفهوم التثليث إلى مفهوم التوحيد، والانتقال من مفهوم البنوة من مفهوم الألوهية والبنوة لعيسى عليه السلام إلى مفهوم أنه عبد لله تبارك وتعالى، مش كده؟ وتكررت قضية إن الله ربي وربكم دائما عيسى عليه السلام يؤكدها في كل مرة. بعد أن انتقلت إلى هذه ماذا قال؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. موضوع هنا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الموضوع هنا نقلنا إلى نقلة جديدة بعد كده، إن والله طبيعة العلاقة وهنا أقول أنا انتقلنا إلى الإبراهيمية المزيفة التي تطرحها الآن بعض الدول في المنطقة. إبراهيمية التزييف وإبراهيمية التضليل وإبراهيمية المغضوب عليهم، إلى الإبراهيمية الحقيقية، وهي أن تنتقلوا معنا إلى التوحيد. فهذا الدين ليس دين للعرب، وهذا الدين ليس دين لمجموعة من الناس، لا، هو دين للعالمين. ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث للكافة. إذا نحن وأنتم جميعا تعالوا إلى كلمة سواء. ولا يمكن أيضا ينفي له من والله أن يكون هنالك من يؤتيه الله سبحانه وتعالى النبوة والحكم والرسالة ثم يقول كونوا عبادا لي من دون الله. فكأنما يؤكد مرة أخرى إن والله لا يمكن أن يكون شخص يبعثه الله رسولا، يبعثه الله نبيا ليخرج الناس من دوائر الضلال، من دوائر الادعاء بأنه يعني دوائر. ستأتي معنا هذه الآية. نعم. سنعود إليها. نعود للدكتور حياة الله عتيد ونختم به إن شاء الله هذه الحلقة سردا سريعا لما تبقى لنا من 5 فوائد: 8 والتاسعة والعاشرة والثانية عشر. بارك الله فيكم. رقم 8: القدوة الحسنة والأسوة الصالحة تصنع اليقين. قصة مريم فيها دروس وعبر كثيرة. يا سلام. لأخواتنا الفاضلات الطاهرات الشريفات، لأخواتنا الداعيات، لأخواتنا اللواتي لديهن رسالة. الأخت الفاضلة التي تريد أن تقدم شيئا، هي كانت تريد ولد، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمها ببنت. والعبرة بالصلاح. وهناك زكريا كما تحدثنا عنه، الله أكرمه بيحيى. ثم أيضا جميع القصص للأنبياء حقيقة فيها حقيقة قدوات صالحات. إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أكرمه، ولد عند أمه ثم وضعه في اليم يذهب يترعرع ويكبر في قصر العدو. جميل. ثم عندما يهرب هو مع المؤمنين من العدو البحر يفتح له الطريق. جميل. يذهب. يونس عليه الصلاة والسلام كان في 3 ظلمات كان يعيش. ومحمد صلى الله عليه وسلم من يقبل هذا الكلام بأن الإنسان نائم في مكانه في مكة المكرمة ثم يذهب يؤخذ به إلى السماء؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وغيرها من الأنبياء. حقيقة نحن لو نتدبر في هذه القصص سواء في آل عمران وفي غيرها من السور نستلهم اليقين. ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى اليقين. نحن حقيقة الواقع متشائم، ولكننا نحن متفائلون بقرآننا ولنتدبر في هذا. رقم 9:
نحن أمة الإصلاح. شيخ أبو عبد الرحمن، نحن لبيك. أمة الإصلاح. هناك فرق بين الصلاح وبين الإصلاح. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكذب في حياته إطلاقا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي صادق. وبعده إطلاقا. لذلك كان صادق الأمين. متى يعني مشركو مكة هم كانوا مؤمنون بهذا أنه صادق الأمين. متى حصلت المشكلة؟ عندما انتقل من دائرة الصلاح إلى الإصلاح، هنا أصبح عدو لهم، وإلا هو كان صادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والناس تحب الصلاح وتتحسس من الإصلاح. من الإصلاح كثيرا. نعم. لذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. وأيضا حقيقة نحن بأمس الحاجة إلى أن ننظر كثيرا بأن نحن كلنا في تواصل على الحق. والعصر إن الإنسان، نحن والمشاهدين الكرام كلنا في خسارة. هذا الله يقسم بهذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق تحتها خطوط. نحن أمة الإصلاح. آل عمران تعلمنا أيها الدعاة لا تبحثوا عن النتائج، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا يشغلكم النتائج. نوح عليه السلام 950 سنة دعا إلى الله سبحانه وتعالى، كلهم كانوا يستهزئون به عندما أمر بأن يصنع الفلك أو السفينة. السفينة لا تجري في اليبس، ولكن هو عليه السلام كان يصنع، وكانوا يذهبون ويستهزئون به. فالله سبحانه وتعالى كتب له نجي لأنه كان داعية. فشاهد نحن أمة الإصلاح. آل عمران تعلمنا بأن نحن يجب أن نعمل والنتيجة نتركها لله سبحانه وتعالى. وتواصل بالحق تحت خطوط. بعد ذلك الموضوع بحاجة إلى الصبر. هذا كان رقم 9. رقم 10 وبها أنهي أن طريق النجاح الصبر والثبات. يا سلام. آية رقم 200 ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يشغلكم النتيجة عليكم بالعمل. فنحن أمة النصر حقيقة، والعاقبة للتقوى. علينا أن نعمل، علينا أن لا نيأس، علينا أن لا تشغلنا حقيقة الهموم الدنيا، علينا أن لا نغتر بالدنيا وبشهواتها التي أشارت إليها سورة بتفاصيلها من النساء والبنين والذهب وغيرها. علينا أن نعمل نحن فقط لله سبحانه وتعالى. وأنا أوصي حقيقة، أوصي نفسي وأوصي أحبتي بأن نجدد النية. إنما الأعمال بالنيات. ما شاء الله. حقيقة نحن حقيقة لو نتأمل في آيات آل عمران حقيقة لتكفينا الكثير. هذه فقط كان دروس عابرة، دروس تلك 10 كاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع خير دكتور حياة الله عظيم. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم وما شبعنا من سورة آل عمران، وما زال الحديث عنها كثيرا. فيما يتعلق بورود لفظ التقوى لأكثر من 15 مرة، وكذلك ورود لفظ ومفردة الصبر أكثر من 9 مرات. ترى ما سبب ذلك؟ تكرار التقوى والصبر، وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا في سورة آل عمران. هذا ما سنجيب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. تابعونا. أتفضل بشكر الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به من هذا البيان، كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، وكذلك الدكتور حياة الله عتيد المدرب الأريب الأديب. كما أشكركم مشاهدي الأكارم على المتابعة، وأسأل الله تعالى يتقبل منكم الصيام والقيام. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء.